واخيرا جه وقت التطبيق. في الفيديو ده هنبدأ اللي احنا نعمل مدونة من الصفر خالص، نبدأ نشوف ازاي نشتغل، ازاي ننظم كل اللي احنا اتعلمناه في السيكشن ده عشان نبني مدونة بسيطة. المشروع اللي احنا هنبنيه او التطبيق يعني اللي احنا هنطبقه في الفيديو ده هو عن حاجة الناس كلها بتحبها، وهي مدونة بتتكلم عن القهوة. ليه القهوة تحديدًا؟ ما عنديش أي فكرة، أنا قُلت اللي إحنا ممكن اللي إحنا نعمل مدوّنة حلوة بسيطة بتتكلم عن القهوة. بس لازم قبل ما نبدأ نعرف اللي إحنا يبقى معانا المحتوى بتاعنا زي الصور وزي الحاجات دي كلّها. يعني مثلًا أهم حاجة يبقى معانا الLogo. الLogo هو من أهم الحاجات اللي إحنا لازم تبقى معانا قبل ما نبدأ اللي إحنا نشتغل، وأنا طبعًا جهّزت الLogo ده. هو يعني Logo بسيط، يعني المهم اللي هو بيعبّر عن الفكرة نفسها، ولازم اللي إحنا نسمّي المدوّنة بتاعتنا. هنروح عند الsettings، نروح عند الgeneral عشان نشوف الsettings الرئيسية بتاعة المدوّنة. إحنا هنا هنسمّي المدوّنة بتاعتنا مثلًا coffee lovers مثلًا. وهنا السلوجن او يعني التاج لاين ممكن نخليه مثلا ده كده. وهنا السيتنجز دي مش هنرجع لها دلوقتي غير بس السايت لانجوج. طبعا المدونة بتاعتنا هتبقى بالانجليزي. حلو، تمام. وهنا بقى هنبدأ نفعل مود الممبرشيب، اللي اي حد ممكن اللي هو يسجل ويعمل اكونت عشان يعلق او يعني يكتب الكومنتس بتاعته على البوستات اللي احنا هنعملها. حلو، بعد ما نخلص كل السيتنجز دي نيجي هنا نقول له سيف تشينجز ونروح للموقع بتاعنا. لو عملنا ريفرش هنلاقي ان كوفي لافرز بقت موجودة هنا. الدنيا لحد دلوقتي حلوة، مفيش أي حاجة. طبعا من الفيديوهات اللي فاتت أنا فضيت كل البوستات وكل الصفحات اللي كانت موجودة. حتى السيمات احنا هنشتغل بسيم بلوكسي زي ما احنا متعودين، مش هنستعمل أي سيم تانية. والبلجنز نفس الكلام، مفيش أي بلجنز، احنا هنبدأ كل حاجة نعملها من الصفر. وأول حاجة نبدأ نعملها وهي اللي إحنا نعدل بقى على الشكل ده. إزاي اللي إحنا نعمل شكل تاني، أو إزاي اللي إحنا نبدأ نحط الألوان بتاعة الهوية بتاعتنا، أو اللي هو اللوجو اللي هو ده. يعني إزاي نبدأ نخلّي الألوان دي بتاعة اللوجو تبدأ تبقى موجودة هنا. طبعًا إحنا الألوان اللي أنا هاشتغل بيها في المشروع ده أنا جايبها من الموقع اللذيذ ده. الموقع ده بيوفر لك زي ألوان متناسقة مع بعضها اللي أنت تستعملها. أنا اخترت اللون ده عشان هو قريب من درجات ألوان القهوة، فهيبقى مناسب جدًا للمشروع بتاعنا. إزاي بقى اللي إحنا نبدأ نعدِّل على الكلام ده؟ في Simeblocksy طبعًا إحنا خلاص مفروض اتعلمنا الكلام ده. هنروح عند الappearance ونروح عند الcustomize، هنعمل customize للثيم نفسها. إزاي اللي إحنا نبدأ نعدِّل، مثلًا نحط هنا اللوجو، نخلّي في menu، نعمل الكلام ده كله. هنبدأ هنا اللي إحنا هنروح عند الmain row اللي هو الheader، بنروح له من هنا. لو دوسنا هنا header هيودينا عند الeditor الجميل ده. الeditor ده drag and drop، تاخد مثلا الحاجة اللي انت عايزها تحطها هنا وهو بيظبط هو كل حاجة. مثلا احنا عايزين نعدل على الكوفي لافرز، عايزين نحط اللوجو بتاعنا. ممكن ندوس من هنا، او اللي احنا نيجي عندها كده الثلاث نقط دول لو دوسنا عليهم بيفتح لنا هنا السيتنجز او الكاستمايزنج بتاع الهيدر تحديدا في جزئيه اللوجو، وده اللي احنا عايزين نعمله بالظبط. هو هنا بيقول لوجو، سيلكت اللوجو بتاعنا، هنختار اللوجو اللي احنا عملناه. تمام. هنلاحظ في مشكله، المشكله دي بتواجه ناس كتير، وهي اللي هو هنا ضايف التايتل وفي نفس الوقت ضايف هنا اللوجو. احنا عايزين اللوجو بس. هنا طبعا بيبقى فيه الهايت بس، يعني اللي احنا عايزينها السايت تايتل اللي هي دي، بنقول له لا احنا مش عاوزينها اصلا، خلي اللوجو بس. طبعا اللوجو صغير جدا، عايزين نكبره. هنيجي هنا من اللوجو هايت ونكبره، خليه كده مثلا. تمام، كده حلو قوي. 90 بكسل مناسبة أوي، كده الشكل جميل. بس طبعًا اللون الأبيض ده مش مناسبنا أوي، فهنيجي هنا نعمل publish ونروح على السايت التانية نشوفها، نعمل refresh هنلاقي اللوجو اتضاف. حلو، نرجع تاني على الموقع. إحنا عايزين بقى نغيّر الألوان بتاعة الموقع. هنعمل إيه؟ هنروح عند الcustomize من برّه خالص هنا كده، ونروح هنا عند الcolors ونبدأ اللي إحنا نحط الألوان بتاعتنا أو الglobal color palette بتاعتنا اللي هي دي. نبدأ اللي إحنا نحطها هنا في الcolor palette بتاعتنا. طبعًا رجعنا تاني بعد ما خلاص نقلت الcolor palette بتاعتنا اللي إحنا كنا عايزين نعدلها
على الموقع بتاعنا، دي الالوان اللي احنا هنستخدمها، اللي هي كانت هنا انا نقلتها هنا وظبطت المكان كله. وهنا السايد باك جراوند دي مهمه جدا، دي اللي بتدي اللون البيج الفاتح او اللون الخفيف اللي موجود هنا، وده احنا هنستعمله بعدين. تمام. ونيجي هنا نعمل ببلش عشان نشوف التغييرات بتاعتنا في الموقع هنا. طبعا يعني بدأنا شوية الشكل يختلف ونوصل اللي احنا عايزينه. تعالى بقى نكمل تعديل هنا على المين رو، او نبدأ اللي احنا نظبط الهيدر بالشكل المناسب اللي احنا عايزينه. حلو، احنا ممكن نجيب المنيو دي نخليها في البوتوم رو، البوتوم رو اللي هو بالمنظر ده، ونخلي البوتوم رو ده نروح عنده ندوس عليه كده، او اللي احنا ندوس عليه من هنا. طبعا بيبقى هنا في الكونتينر ستراكشر لو انت عايز تخليه بوكسد بالمنظر ده، او فول ويتس، بس يعني انا انصح دايما ان انت تخليه ديفولت. وهنا الرو من هايت لو مثلا انت عايز تخلي الهايت بتاعه واسع، بس يعني 80 بكسل بيبقى كفايه عليه قوي. احنا عايزين الديزاين، عايزين نروح هنا للباك جراوند، نخلي مثلا اللون بتاعه باللون ده. حلو. او مثلا اللون ده جميل، بس يعني انا اعتقد اللون ده اخف شويه وشكله اظرف. ممكن ان احنا نضيف له شادو خفيف يعني بالمنظر ده. طبعا التغييرات دي ما بتبقاش واضحه قوي، بس يعني بيبقى ليها تاثير كده غير ملحوظ، بيبقى جميل في الموقع نفسه. نيجي هنا نقول له ببلش، ونروح للموقع نشوف التغييرات بتاعتنا. يعني طبعا بعد ما نضيف منيو هنا الشكل هيتغير شوية. مثلا ممكن ايه، عشان المنيو اللي فوق دي ما تبقاش فاضية بالشكل ده، ممكن اللي احنا نغير الديزاين بتاعها، نخليها باللون ده مثلا. يعني ممكن نخليه اخف شوية في الحدة، منخلوش شديد اوي مثلا كده. وهنا ممكن مثلا اللي احنا نضيف هنا زرار مثلا فين او السوشيالز، سوري، مثلا بالمنظر ده. ونخلي هنا السيرش عند المنيو او مع المنيو كده، يبقى شكله احلى. بس طبعا هنغير السيتنجز بتاعته، خلي الهوفر لما نيجي نشاور عليه ما يعملش اللون ده، عشان كده بيبقى مخفي خالص. نخلي لونه ابيض كده مثلا، لما نشاور عليه يبقى باللون الابيض كده، شكله احسن بكتير. طبعا نفس الكلام هنعدل في المنيو، بس المنيو لما نبدأ اللي احنا اصلا نعمل منيو هنضيفها هنا. وهنا مثلا السوشيال ايكونز دي هنروح لها نخلي الديزاين بتاعها اكبر شويه في الايكون سايز كده، ونخلي فيه سبيسنج كده، شكلها احلى بكتير. تمام. والهوفر بتاعها مظبوط، ونقول له هنا ببلش ونعمل ريفرش. يعني الشكل بدأ يبقى واضح شويه. طبعا انت مش حاسس ان ده هيدر عشان لسه ما فيش منيو او ما ضفناش منيو. هنروح دلوقتي نضيف المنيو من الداشبورد، ونشوف ازاي ممكن اللي احنا الشكل يتغير. بس قبل ما اللي احنا نضيف منيو، لازم الاول نعرف ايه هي الحاجات اللي هتبقى في المنيو. يعني مثلا انا هنا كمدونة بتتكلم عن القهوة، ايه هي اصلا الحاجات اللي مفروض تبقى موجودة هنا بتتكلم عن القهوة، او مثلا يعني ايه هي الصفحات نفسها. ما هو لازم يبقى في صفحات عشان نعرف نعمل منيو. فعشان كده انا سريعا هروح هعمل من البوست في الكاتيجوريز، هعمل كذا قسم بيتكلم عن القهوة نفسهم، ونرجع تاني ونكمل. حلو، رجعنا هنا تاني بعد ما ضفت شوية categories. يعني طبعا بتتكلم عن القهوة، أو يعني على المجال بتاع الويب سايت نفسه. حلو، تعالى بقى نعمل من الكاتيجوريز دي منيو. هنروح عند الابيرنس ونروح عند المنيوز. طبعا انا لو بتحرك بسرعه في الفيديو ده عشان مفروض اللي انت عارف كل الحاجات دي، يعني مفروض تبقى متابع معايا ومركز وفاهم قوي انا كل خطوه بعملها ازاي وبتحصل ازاي. حلو. نيجي هنا نسمي دي مثلا برايمري منيو. جميل الكلام ده. وهنيجي هنا مثلا نضيف كاستم لينك. كاستم لينك ده هو هيبقى نفس اللينك بالظبط بتاع الهوم بيج. يعني مثلا ممكن نسميه هنا مؤقتا هوم، ونخلي ده كده، يعني دي تبقى الهوم. ونخلي هنا الهيدر 1، احنا عايزين نظهر المنيو دي في الهيدر 1، والموبايل منيو، والفوتر منيو برضو، او نخلي الفوتر منيو مش دلوقتي، ونعمل هنا سيف. ونيجي هنا عند الكاتيجوريز ونقول له فيو اول، نضيف كل الحاجات دي الا الاذرز دي مش هنحتاج اللي احنا نضيفها كاتيجوري دلوقتي. نقول له هنا سيف منيو، ونروح هنا نعمل ريفرش.
هنلاقي اللي هو ضاف المنيو بالشكل ده. بس طبعا المنيو عايزة تتعدل، الشكل بتاعها مش ألطف حاجة. هنروح هنا وهنعمل ريفرش للكاستمايزر بتاعنا. حلو، هنا هو كده شاف المنيو. هنيجي هنا عند المنيو ونبدأ اللي احنا نشوف ازاي ممكن نغير من الشكل بتاعها او نغير في الديزاين. هنخلي اللون هنا ابيض كده مثلا، ونخلي هنا الفونت مثلا نخليه 13 بكسل مثلا، يعني كده شكله ظريف شوية. او ممكن اللي احنا نخلي اللون مثلا، يعني طبعا دي بتبقى على حسب بقى الطلب، اللون هنا يبقى ابيض او مثلا بنفس اللون ده. بس يعني مراعاة للشكل بتاع الموقع ممكن اللون الابيض هنا يبقى مش احسن حاجة، فممكن اللي احنا نسيبها باللون ده. بس طبعا احنا مشكلتنا كلها بتبقى الهوفر نفسه مش هينفع باللون ده، فبنروح عند الهوفر خليه كده مثلا، يعني حلو. والاكتف نفس الكلام. نيجي هنا نقول له ببلش. طبعا احنا مش عايزين نعمل اي حاجة تاني. ممكن الشكل بتاع المنيو نفسه يتغير، يعني مثلا نخليه بيبقى فيه زي اندرلاين تحت. ممكن الاندرلاين ده اللي احنا نغيره او نغير اللون بتاعه. لو جينا هنا اللي هو الانديكيتور نخليه مثلا بلون تاني اللي هو اللون ده. طبعا مش باينة شوية عشان احنا في الكاستمايزر. تعالوا نروح عند الموقع نفسه ونعمل ريفرش. يعني الشكل حلو شوية، اختلف. طبعا المنيو بتدي آه، شكل كويس للموقع تحديدا لو احنا كمان لو مغيرين الشكل. في حاجة كمان ممكن نعملها، اللي احنا نغير الفونت نفسه، نخلي الفونت بتاع الموقع نفسه كله اصلا متغير. هنروح للتايبوجرافي ونخلي هنا اللون او قصدي الفونت مثلا فونت كويس اسمه كايرو ده كده، يعني شكله احسن شوية. او طبعا ممكن اللي احنا نستعمل افنات تانية معروفة يبقى شكله اشيك بكتير. حلو، نيجي هنا نعمل ريفرش. طبعا كده الشكل بقى احسن بكتير، ويعني بدأنا نوصل لنتيجة شوية، الموضوع بقى احسن. وممكن كمان يعني على سبيل التطبيق اللي احنا نخلي فيه هنا مثلا لينك اسمه others، ونحط الاربعة دول يبقوا في سب منيو. تعالوا كده نجرب نعمل الكلام ده. هنيجي هنا نكستم لينك ونعمل هنا ده كده ونقول هنا others، او مثلا other topics، ونخلي تحت ال other topics دي في الأربعة دول. بنعمل لنا ريفرش ونروح للموقع ونشوف، يعني الشكل كويس. بس الفكرة اللي احنا عايزين نغير اللون ده يبقى تبع الألوان بتاعتنا. نعمل كده ازاي؟ نروح هنا للمنيو، بس هنعمل هنا ريفرش عشان يلقط التغيير نفسه اللي حصل. تمام، هنروح هنا للمنيو نروح للديزاين، وهننزل هنا بقى للدروب داون اوبشنز. هنبدا اللي احنا نغير الالوان بتاعتها. الايتم باك جراوند كلر دي اللي احنا عايزين نغيرها، ممكن مثلا نخليها باللون ده، يعني هي كده شكلها كويس. ممكن في الجنرال نخليها بدل ما هي 200 بكسل تبقى 250 مثلا، يعني الشكل كده اظرف بكتير، شكله احسن. وممكن اللي احنا نكبر بس الفونت شويه، مثلا نخليه هنا 13 بكسل زي اللي فوق. تمام كده الشكل ممتاز جدا وشكله كويس جدا. نعمل هنا ببلش عشان نعمل سيف للتغييرات بتاعتنا، ونعمل هنا ريفرش نشوف التغييرات. انا شايف الكلام لحد دلوقتي كويس. المنظر ده كويس. وطبعا في فكرة كمان هتخلي شكل الموقع او المدونة احسن بكتير، اللي احنا بدل ما نخلي الباك جراوند بتاعت الموقع او المدونة بالمنظر ده، يعني لون كده، ممكن نخليه صورة تدل على المحتوى بتاع المدونة وهو القهوة. يعني احنا مثلا لو جينا هنا في الكاستمايز ورحنا للكالرز عند السايد باك جراوند هنا، بدل ما هي ملون ممكن نخليها صورة. طبعا انا هنا مجهز صورة كويسة بتدل على المجال ده، يعني لو دوسنا هنا اخترنا الصورة دي، يعني الشكل هنا مش باين. بس لما نيجي هنا نعمل ببلش ونروح هنا في الموقع ونعمل ريفرش، طبعا الشكل اتغير. انت اكيد ملاحظ التغيير. دي يعني تعتبر حبات بن، يعني ليها علاقة بالقهوة وكده الكلام كله. بيودي ويجيب على بعضه كده، الشكل احسن بكتير بصراحة. حلو، دلوقتي نيجي بقى لجزئية كمان وهي السايد بار. السايد بار ده يعني شكل التكست وهو سايح على الخلفية كده، شكله مش احسن حاجة. ممكن اللي احنا نضيف له
زي باك جراوند كلر، يعني الشكل هيبقى احسن بكتير. يعني نروح هنا عند الكستمايز، وهنا من الجنرال اوبشنز هنروح عند السايد بار ونختار مثلا التايب 2. حلو، التايب 2 ده اللي احنا عايزينه. بس طبعا اللون ده مش اللي احنا عايزينه خالص. هنخلي اللون هنا باك جراوند كلر، ايوه، ونختار اللون ده. يعني كده شكلها احسن بكتير. او ممكن اللي احنا نخفف حدة اللون ده شوية، نخليه مثلا باللون ده كده. اللون ده احسن بكتير، متناسق. ممكن اللي احنا مثلا نضيف له بوردر راديوس 9. طبعا التفاصيل دي محدش بيخلي باله منها في التصميم، عشان هي بتبقى تفاصيل مش ملحوظة قوي. وممكن اللي احنا في الجنرال نخلي السايد بار ويتس مثلا 30% او 35% كحد. لا كده كتير، نخليه 30. 30 كفايه قوي. طبعا السايد بار ده نفسه احنا لسه هنشتغل عليه، ونتحكم في الويدجتس اللي فيه ونخلي شكلها احسن بكتير. هنعمل هنا بابلش، ونروح هنا نعمل ريفرش. يعني الشكل كده بقى احسن بكتير. كده هيبقى ناقص عندنا الفوتر بتاع الموقع نفسه. الفوتر بتاع الموقع نفسه هنروح له من هنا، بنعدل عليه من هنا، او بنروح عند الجنرال، وبدل هنا ما بنروح عند الهيدر نروح عند الفوتر. تمام، ده الفوتر بتاعنا. احنا الفوتر بتاعنا عايزين يبقى فيه ايه؟ عايزين نغير دي، نخلي مثلا الكوبي رايت تكست في النص. مثلا تعالوا نعدل عليها الكوبي رايت نفسها. current year، مش محتاجين وورد بريس سيم باي كرييتيف سيمز. الاوثر يعني الشركه اللي عامله السيم بتاعت بلوكسي، احنا مش محتاجين الكلام ده. احنا هنخلي بس الكوبي رايت كده. حلو. وممكن نخلي البوتوم رو ده نخليه باللون، وليكن مثلا ده كده. حلو، طبعا اللون مش واضح قوي، آه او التكست نفسه مش واضح. هنخلي التكست مثلا باللون ده كده. حلو. ونخلي هنا التكست في النص. حلو، جميل قوي الكلام ده. نيجي هنا نعمل ريفرش ونروح للموقع، هنلاقي هنا الفوتر. بس طبعا الفوتر لسه ليه تكمله، وهي بقى اللي احنا نحط الويدجتس نحط الويدجتس بتاعتنا. تمام. هنروح تاني ونشوف هنا ممكن هنضيف ايه. هنا الميدل رو هنلاحظ اللي هو متقسم على 3 أعمدة، يعني اللي هم دول 1 2 3. احنا عايزينهم 4، فهنيجي هنا في الكولومز اللي هم الأعمدة دي ونخليهم 4 كده. تمام. حلو. ونبدأ هنا اللي احنا نضيف الاريا بتاعت الويدجتس. لو انت فاكر فيديو الويدجتس كان عندنا 6 اريا للويدجتس. هنضيف هنا مثلا الاريا 1 طبعا، سوري. ونضيف هنا اريا 2، وهنا اريا 3. طبعا انا مش عارف هو ليه صراحة بيعمل الحركة دي، بس يعني ما علينا. وهنا 4. تمام. طبعا الويدجتس فاضية مش واضحة، عشان احنا الويدجت اريا دي احنا لسه ما ضفناش فيها حاجة. بس هنيجي هنا نعمل ببلش ونروح عند الويب سايت. حلو. حلو. طبعا احنا لو جينا مثلا عند الويدجتس، لو رحنا عند الويدجتس دلوقتي، ومثلا وليكن مثلا الويدجت اريا دي هنحط فيها تايتل. يعني اي حاجه بس عشان يبان القصد بتاعي. نخلي انا مثلا نكتب هنا منيو. تمام. ونعمل هنا ابديت ونشوف هنا المنظر هيبقى عامل ازاي. هنلاقي هنا منيو. الفكره فين؟ الفكره اللي اي محتوى اللي احنا هنضيفه هنا هيبقى متضاف على الخلفيه الجراي دي او الرمادي دي. الرمادي دي طبعا يعني مش من ضمن الهويه بتاعتنا، او يعني احنا مش، يعني ده مش اللون بتاعنا. فممكن اللي احنا نروح هنا ونخلي اللون هنا، اللون يبقى كده. ويدجتس، لا ده احنا بنعدل في الويدجتس تايتل فونت. احنا مش عاوزين دي اصلا. احنا هنا هنروح عند الرو باك جراوند هنخليه باللون ده. حلو. نعمل هنا ريفرش او سيف، ونيجي هنا نعمل ريفرش. يعني ده كده بقى اللون بتاعنا. طبعا بقى ممكن احنا هنا في الويدجتس مثلا في المنيو نقول اللي احنا عايزين نضيف منيو، نافيجيشن منيو، ونختار المنيو دي اللي هي برايمري منيو. نقول له هنا ابديت ونشوف هنا تضاف ازاي. يعني شكل مش احسن حاجه. طبعا احنا المفروض نعمل منيو كاستمايزد للفوتر نفسه، بس يعني ممكن نمشي الوضع ده كده عادي ما فيهوش مشاكل. وهنا مثلا ممكن نضيف في الويدجت اريا 2. ممكن مثلا هنا ناخد ايه، نعمل هنا تايتل
ونكتب هنا categories. حلو، نخليها H3، وهنا نضيف الكاتيجوري list. ايوه، نروح نشوف هنا no categories، تشوف ايه الخطأ اللي احنا عملناه. display show show empty categories. ليه؟ طب دي كويس اللي احنا وقعنا فيها. ليه هنا مفيش categories ظاهرة؟ عشان هنا احنا لسه ما ضفناش اي بوستات خالص في الموقع لسه البوستس اللي فيه زيرو، مفيش اي بوستات، فبالتالي الكاتيجوريز دي كلها الكاونت بتاعها زيرو، مفيش ولا بوست في الكاتيجوريز دي، فهو اوتوماتيك ما بيظهرش الكاتيجوريز اللي ما فيهاش لسه اي بوستات. فعشان نحل المشكله دي نيجي هنا للابيرنس، نروح عند الويدجتس ونرجع للويدجت اريا 2، ونيجي هنا نقول له show empty categories. طبعا هيظهر لنا الكاتيجوريز دي كلها عشان احنا لسه ما ضفناش اي بوستات في الكاتيجوريز دي. نيجي هنا نعمل ريفرش، هنلاقي هنا المنيو بتاعتنا. طبعا انا شايف لحد كده ككستمايزيشن للموقع نفسه مفيش اي مشاكل فيه، الموقع شكله كويس. ممكن نكتفي بهذا القدر في الجزء الاول من اللي احنا نعمل مدونة. بس في اوبشن بسيط او حاجه بسيطه لسه احنا ما تعرضناهاش، وهي الريسبونسيف. الموقع شكله بيبقى عامل ازاي لما يبقى مثلا على الجزء بتاع التابلت كده؟ طبعا هنلاحظ اللي فيه شويه حاجات مش مظبوطه قوي، وهي مثلا اللوجو كبير جدا. ممكن مثلا نيجي هنا نعدل عليه، نخلي الهايت بتاعه في المقاس بتاع الموبايل مثلا ما يبقاش 90، يبقى اصغر من كده شويه، او نخلي الهيدر المين رو نفسه هو اللي كبير شويه كده، نخليه مثلا 100 بكسل. وممكن هنا نسيب اللوجو مثلا 80 كده، شكله كويس. وهنا دي اللي بندوس عليها بتفتح المنيو. ممكن نغير الشكل بتاع المنيو ده نفسه، شكله مش احسن حاجة، اللي هو الاوف كانفاس اريا اللي هو ده، ممكن نعدل عليه. نيجي هنا للديزاين، نخلي اللون بتاعه باللون ده كده. طبعا هنا الموبايل منيو نفسها ممكن اللي احنا نتحكم في الالوان بتاعتها، ممكن نخليها باللون ده مثلا كده، بس في الهوفر تبقى باللون ده، يعني عشان بس نحافظ على هوية الألوان بتاعت اللوجو بتاعتنا. وممكن هنا نعمل بابلش. طبعا نفس الكلام اللي انت طبقته في التابلت هيتطبق في الموبايل، هو مفيش اي اختلاف، نفس كل حاجة. طبعا قسم الريسبونسيف، واللي احنا نشتغل على الموقع كجزء ريسبونسيف اللي احنا نتأكد اللي هو شكله كويس كموبايل وتابلت وكمبيوتر، الكلام ده هيبقى ليه سيكشن طويل هنتكلم فيه كلام كتير جدا في الاليمنتور. بس يعني لما يجي وقت الاليمنتور انا حبيت اعرفك ازاي اللي انت تتحكم يعني في الحاجات البسيطة بتاعت الريسبونسيف. طبعا انا عايز اقولك اي اوبشن هنا انت بتعدله بيبقى ليه مقاس في الشاشه الكبيره، ومقاس التابلت، ومقاس الموبايل. فمثلا لو انت عايز تخلي الفونت سايز ده اللي هو مثلا 12، يعني مثلا يبقى 16 في شاشه الكمبيوتر و14 في شاشه التابلت و12 في شاشه الموبايل، انت ليك الحريه والتحكم اللي انت تعمل حاجه زي دي. يعني انا ممكن هنوقف الفيديو بتاع الجزء الاول اللي احنا نبني مدونه من الصفر لحد كده. انا شايف ان احنا عملنا شغل كويس. ضفنا اللوجو، عملنا الهيدر، ضفنا شويه كاتيجوريز، ظبطنا هنا السوشيال ميديا، ظبطنا الشكل او يعني الواجهه بتاعت المدونه نفسها. انا شايف لحد كده ده جزء كويس جدا. وبس كده هنكتفي بهذا القدر في الفيديو ده عن اللي احنا ازاي نبني مدونة من صفر لحد ما تبقى شكلها كامل بالبوستات بتاعتها بكل حاجة. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل المدونة دي.